كل الشتا لازم يطلبوها مني، حاجة حلوة كده وسريعة وفي نفس الوقت مغذية وبتدفي، وبكوباية شعرية بس هنعملها ما شاء الله. جربوها معايا هتدمنوها. اول حاجة حطيت لتر من المية علشان يغلي، واول ما المية غليت معايا نزلت بكوباية كبيرة من الشعرية، وبعد كده حطيت رشة ملح. فضلت بقى اقلب فيها كده طول ما هي على النار، بقيت اتابعها طول الوقت بالتقليب لحد ما بصوا السمك اللي احنا وصلنا له ده. شايفين؟ اهم حاجة اول 10 دقايق على نار عالية، بعد كده بخليها على نار هادية زي ما انتوا شايفين كده لحد ما وصلت للسمك اللي انتوا شفتوه ده. اسكت على كده؟ لا ما اسكتش، اجيب هرسة البطاطس وابدا ان انا اهرسها. عايزة سمكها يبقى تقيل جدا وفي نفس الوقت احتفظ بالشعرية، لما اجي اكل احس بالشعرية وفي نفس الوقت تكون ناعمة. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم معرفش. بعد كده نزلت بلتر من الحليب، حليب مغلي. اهم حاجه معايا في الطريقه دي استمراريه التقليب، وبقلب فيها كده باستمرار وتكون على نار هاديه. هنا بقى هضيف معلقتين كبار من جوز الهند. جوز الهند هنا مهم جدا في الوصفه دي، بيوديها كده في حته بعيده قوي وبيديها طعم تحفه. وجوز الهند هيقعد يغلي مع الحليب وهيطلع طعمه. بصوا بقى كده، هنا ساسكت قليلا. هنا انا مستمتعه جدا وانا بشوفهم بينسجموا مع بعض وعمالين يتداخلوا كده مع بعض، الحليب مع الشعريه. هسيبهم بقى يغلوا مع بعض 3-4 دقايق كده بالكتير، وطبعا مع التقليب المستمر. وهنا هضيف بقى السكر. انا ضفت كوبايه الا شويه، يعني ناقصه شويه كده. طبعا تقدري تضيفي كوبايه مليانه قوي، بس انا حابه سكرها يكون قليل سنه. سايباها بقى على نار هاديه، ورحت كده بسرعه اجهز معلقتين كبار هرميين من النشا، وعليهم كوبايه كبيره من الميه بنفس المج الكبير اللي بعاير بيه. هعاير بيه برضو ميه، وابدا بقى ادوب النشا مع مج الميه دون بالشكل ده، واروح بقى تاني على النار وانزلهم. بس ركزي قوي في الخطوه دي، لازم ان انا انزلهم بالراحه خالص. ايد بتقلب والايد التانية بتنزل خيط رفيع من الميه بالنشا دي. تمام. هنا بقى عشان ناخد الطعم الاصلي الجميل، معلقه بقى من السمنه البلدي، معلقه كبيره من السمنه البلدي. لو عندك زبده برضو حطي، مفيش اي مشكله. وهنا رشه فانيليا سايله بتديها طعم فظيع. دول اخر حاجتين انا حطيتهم، وهطفي النار فورا. يعني بعد ما تحطي معلقه كبيره من السمنه ورشه الفانيليا تقلبي كويس، وبعد كده تطفي النار. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا. هبدأ بقى اجهز الصينيه بتاعتي، بحط فيها معلقه كبيره من السمنه وابدأ ادهنها كويس بالشكل ده. وبعد كده انزل بالخليط بتاعي، ولازم اسيبه على جنب لحد ما يبرد تماما. وبعد كده هقول لكم ايه الخطوه اللي بعدها. بصوا هنا ما شاء الله الكميه فاضت معايا حبه، فجبت طبق وبرده دهنته بسمنه وحطيت الشويه اللي بقيوا فيه. بصوا بقى هنا ما شاء الله انا سبتها ساعه كامله لحد ما بردت خالص. بقيت احط ايدي عليها كده، سطحها املس ومش يعني مثلا ايدي مش بتتعص ولا اي حاجه، بردت ومسكت في نفسها خالص. بدهن وشها كمان معلقه سمنه كده على خفيف، وابدا بقى ادخلها على الفرن. تعالوا بقى نقول التسويه هنسويها ازاي. اول حاجه لازم نكون مسخنين الفرن من قبلها بربع ساعه، درجه حراره عاليه، وبنشغل الفرن بتاعنا من تحت ومن فوق. لو مش هينفع نشغل الاتنين مع بعض، بنبدا نشغل الفرن من تحت لمده ربع ساعه، وبعد كده نشغل الشوايه علشان تاخد لون حلو. وخدي بالك ما تخليش الشوايه عاليه قوي علشان خدت مني لون زياده شويه. خلي الشوايه تكون متوسطه بحيث تاخد لون موحد وخفيف. وبرده ملحوظه مهمه، ضيري الصينيه كده من الوقت للتاني، وزي ما قلتلك ربع ساعه من تحت، وبعد كده تقيدي من فوق علشان تاخد لون. تمام. مش هتاخد كمان 5 دقايق من فوق وهيكون لونها جميل وما شاء الله حاجه كده وهميه. اعملوها بطريقتي، طريقتي بجد مختلفه ومميزه جدا، ومش اي حد بيعملها بالطريقه بتاعتي دي. الطريقه بتاعتي دي فظيعه، اي حد بيدوقها بتعجبه جدا، بيحس طعم الشعريه حلو قوي قوي. فما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو الحلو ده، وبألف هنا والشفا والسلام عليكم.